السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعات الطقس الجزائر خلال الساعات القادمة والأيام القادمة. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو خاوتي ديرونا لايك واشتراك لهذه القناة، وسأضع رابط صفحتي على الفيسبوك في أسفل الشاشة. اشتركوا أيضا في الفيسبوك لتتواصلوا بكل جديد أحوال الطقس الجزائر. ونبدأ في أحوال الطقس خلال الأيام القادمة. ستشهد المناطق الشمالية خاصة الشرقية وكذلك حوض شلف غيليزان ومعسكر درجات حرارة قياسية ستتعدى 48 درجة تحت الظل كأقصى مقياس، خاصة على الولايات الشرقية سكيبدا قالمة وعنابة. هذه الولايات الثلاثة ستشهد حرارات قياسية غير مألوفة تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل. فأما الجنوب الكبير ولاية ورقلة بسكرة لمغير الوادي ستتعدى درجة الحرارة إلى 40 إلى حتى 45 تحت الظل. أما الجنوب أقصى الجنوب تنزواتين أضرار إنقزام وكذلك تمنراست لن تتعدى درجة الحرارة 44 درجة مئوية تحت الظل. فأما ولاية تندوف كذلك بشار وأقصى جنوب تمنراست فتبقى درجات الحرارة نوعا ما فصلية لن تتعدى 36 درجة. أما حالة الطقس الجزائر خلال 24 ساعة القادمة، يتوقع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على الولايات الوسطى الداخلية وكذلك الوسطى الساحلية، وعلى غرار جلفاب وسعادة المسيلة وولايتي تيفي وزو نمدية. نذهب إلى درجات الحرارة ليوم الغد إن شاء الله تعالى. ستسجل على الولايات الشمالية بمقاييس 31 إلى 43 درجة، وهذا خاصة على الولايات الوسطى والشرقية الساحلية. أما الولايات الداخلية لن تتعدى درجة الحرارة إلى 40 درجة. فأما منطقة الواحات وكذلك الوسط الشرقية بمقاييس 43 إلى 45 درجة، وهذا خاصة على بسكرة قرط وورقلة. فأما الولايات الجنوبية خاصة أضرار تمنراست وكذلك إنقزام وتنزواتين جانت تندوف وبشار ستتعدى درجات الحرارة هنا من 45 إلى 49 درجة مئوية تحت الظل. حالة البحر اليوم قد سيكون هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي باستثناء ولايتي وهران وعين تيموشنت بعض الاضطراب في البحر، ولكن بشيء طفيف لن يتعدى أمواج البحر إلى المتر إن شاء الله تعالى. هذا كل ما لدينا، ويبقى